كان مكان ورحلة كلام الله بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيلم النهارده يا جماعة فيلم خيال علمي فانتاستيك فور. بيبدأ الفيلم وبنشوف الفانتاستيك فور وهم بيحموا الناس دايما من الشرور. وهنا بنشوف سو حملت في طفل بعد انتظارهم سنين، ووصل تهديد لكوكب الارض. نزلت البنت دي من كوكب تاني بتقول لهم ان جالاكتوس هينزل وهيبلع الكوكب بتاعكم، وده انذار ليكم. عيشوا بقى باقي حياتكم او اليومين اللي فاضلين ليكم في اللعب والاحتفال، وبعد كده جهزوا نفسكم للصلاة قبل الهلاك. حاول الولع ان هو يلحقها ولكنه ما وصلش معاها الحل. اجتمع الفانتاستيك فور وقرروا ان هم يروحوا للمكان اللي فيه جالاكتوس بعد ما تتبعوا اشارة البنت دي وصلت فين. جهزوا نفسيهم وركبوا سفينة الفضاء وطلعوا على الفضاء على الكوكب اللي فيه جالاكتوس. وتاري جالاكتوس كان في الكوكب ده ودمروا كله. دخلوا جوه الكوكب ده وفي حاجة بتشدهم. قال له بسرعة وقف المحركات. وصلت البنت وقالت لهم ان جالاكتوس هيقابلكم بنفسه، بس اكبر غلط عملتوه انكم جيتوا هنا برجليكم. وبيسألوها هو عاوز ايه مننا؟ قالت لهم ده مش عاوز، ده هو بيتغذى. يعني ده مش بتاع كلام، ده بتاع اكل بس، ينزل ياكل الكوكب ويحل بشوية بيبسي ولا حاجة. طيب بيختار الكوكب ازاي؟ هو لا يختار. اذا انت اللي بتختار الكوكب له عشان يدمره ويتغذى عليه. نعم. وكان بيحاول جوني ان هو يجر ناعم معاها عشان يكلمها شوية ويعرف منها شوية حاجات، ولكنها سابته ومشيت. وصلوا للمكان ده. انتم دلوقتي في حضرة جالاكتوس ملتهم الكواكب ومدمرها. يا حزني الحزن يا ربيع اهده. وكلمهم المعلم الكبير جالاكتوس، اكيد انتم جايين هنا عشان تطلبوا الرحمة لكوكبكم صح؟ احنا جايين نتكلم بس. طيب مراتك حامل في صبي وانا عندي اتفاق، انا هعفو عن الكوكب بتاعكم ولكن مقابل الصبي اللي في بطن مراتك دلوقتي. اوه يعني تدوني الطفل وانا اسيب الكوكب بتاعكم؟ طب ليه يعني؟ لانه عنده قوة كونية وهو اللي هيقدر يورث العرش الملعون بتاعي ده من بعدي، وهو حاليا يتدور جوعا. يعني الواد اللي في بطنكوا جعان وعاوز يلتهم له كوكب ولا اتنين ولكنه مش راضي. ازاي يا عم؟ الطفل ده طبيعي واحنا عملنا عليه كل الاختبارات. هو بيضحك عليكم وخافي قوته عنكم مش ظاهرها. بص لبطنها وشكل الطفل اتحرك جامد وعاوز يتولد، وهنا قال له احنا مش هنسيبك تأذي كوكبنا وكمان مش هنسيبك تأذي ابننا. خلاص انا هدمر كوكبكم ببطء وابنكم هيتفرج عليه معاكم. راح جوني بتاع الولع طاير عليه وعمل شوية ولع كده، والبنت وراه بتطرده، وبسبب كده الاكسجين الموجود في البدلة بتاعته كان خلاص هيختفي. ولكن صاحبه بن لحقه وشاله وقدروا يوصلوا للمركبة بتاعتهم واتحركوا. وهنا بن بيقول له البنت سيرفر دي ورانا. قال له اقفز بالمركبة. طيب على فين؟ قال له في اي مكان بس اهرب منها بسرعة. وهم بيجروا منها وصلت البنت سيرفر دي بسرعة وكانت عاوزة تاخد الولد من بطن سو ولكنها معرفتش وهربوا منها بطريقة ذكية. ولكنها رجعت تاني قامت سو قايلة لجوني اقتلها بسرعة، دي عاوزة تاخد ابن اختك. ولكن جوني مش عارف يصوب عليها وهي طايرة وراه. عمل محاولة كده فصلها عن اللوح اللي هي راكباه، ولكنها رجعت ركبت اللوح تاني وطايرة وراهم برضه. لقد عادت. يا لهوي ماذا سوف نفعل الآن؟ وهنا رد شكله بيجهز كده الحاجة للهروب من البنت دي. قال له امشي بسرعة أكبر من سرعة الضوء، بسرعة اجري في اتجاه الثقب الأسود وهي أكيد هتتعلق فيه وهتحتاج وقت كبير، شهر مثلا عشان تطلع منه. طيب ما احنا كمان ممكن نتسحب للداخل. قال له ثق بيه واعمل كده. حاضر. داخلين دلوقتي في ممر الثقب الأسود والمعلمة دي وراه وسو بتولد. يا لهوك يا عمران. وريد بيقول لها بعد ما تطلق الطلقة دي عاوزك تخفي السفينة ل30 ثانية بس، ضروري جدا. عملت كده وخافت السفينة فعلا. سيرفر بتحسبهم دخلوا للثقب ودخلت وراهم. الثقب سحبها ولكنهم لفوا قبل ما يوصلوا للثقب الأسود، والمعلمة سيرفر اتعلقت في الثقب الأسود لوحدها. وشوية هرج ومرج وشد وطلق ولدت الواد. وعدوا من مرحلة الخطر ووصلوا للأرض. والناس هنا بتسألهم عملتوا ايه؟ قالوا لهم اللي حصل، وان جالاكتوس طلب ابنهم مقابل ان هو يعفو عن كوكب الارض ولكنهم رفضوا.
طيب انتم رفضتم، هل احنا في امان؟ قالوا لهم ما نعرفش بصراحة. سيرفر بتقول له انا اسفة هربوا مني، انا عاوز الطفل باي طريقة لان فيه قوة كبيرة جدا تستوعب كل الجوع اللي عندي عشان ارتاح بقى. طبعا هنا الناس مستاءة من القرار بتاعهم، يعني هيضحوا بالكوكب كله عشان ابنهم، وده طبعا كلام اي حد هيقوله، يعني عيل واحد مقابل كوكب سليم، يعني مفيش وجه مقارنة. بس الواقع بيقول ما هو برضه لو خده هيربيه ويخلق منه وحش كبير بقوة اكبر منه، ويقدر يدمر عوالم اكتر منه كمان. وشافت وسمعت سوء الكلام اللي داير في الاخبار ان الناس عاوزاهم يسلموا طفلهم عشان هم يعيشوا، راحت مخروقه التلفزيون. وهنا بنشوف ان الناس اتجمعت تحت لانهم عرفوا ان جالاكتوس عدى من كوكب المشتري وجاي دلوقتي على كوكب الارض. ونزلت سول الناس وشوية كلام حنية كده قالت لهم اننا كلنا عيلة وعايشين هنا مع بعض، واحنا عايشين عشانكم، ولا بد ان احنا نقف مع بعضنا ضد الخطر ده وما نضحيش بحد عزيز علينا ابدا. الناس عجبها الكلام وسقفت. قال لهم على اختراع كان عامله ان هو ينقل الكوكب كله من هنا لمجموعة شمسية تانية بعيدة عن جالاكتوس زي البيضة كده، بس عاوزين نبني جسور كبيرة جدا في كل مكان ومحتاجين بلاتينيوم كتير جدا، وبدأ العمل، ولكن التجارب حتى اللي بيعملها عاوزة طاقة كبيرة جدا، يعني كهربة العالم كله بالعافية تكفي. يلا بقى نوفر الطاقة اللي في العالم كله. والعالم فعلا طفي نوره وبنوا كل حاجة، وجت ساعة النقل. يلا نشوف ايه اللي هيحصل. والعد التنازلي شغال، وصلوا الرقم 5 في العد التنازلي، وبنت الكلب دي جت دمرت كل الابراج. يا حسرتك يا رد ملحقتش تفرح بالاختراع بتاعك. جوني بقى كان شغال الفترة اللي فاتت في حل شفرة لغة البنت دي، ولما وصلت البنت دي قام مشغل السماعات باللغة بتاعتها في كل مكان حواليها. وقفت فعلا وقالت له انت عرفت لغة ازاي؟ عرفنا اللغة بتاعتك، وكمان عارفين كل حاجة يا شالابال اسمها الحقيقي، وعرفت اسمي كمان، وعرفت كمان انك كنت عالمة في الكوكب بتاعك وانك ضحيتي بنفسك واشتغلتي مستكشفة مع جالاكتوس عشان يعفو عن كوكبك. شفتي بقى انت انقذت الكوكب بتاعك ولكنك دمرت كواكب تانية كتير، ودي اصوات الاستغاثة في كل الكواكب اللي اتدمرت بسببك، ودلوقتي جايباه هنا عشان يدمر كوكبي ويدمر عائلتي. هربت منه وطارت على فوق، قام راح وراها. برضو قالت له هات الطفل، قال لها خديني مكانه. قالت له ما ينفعش يا عم، الكوكب بتاعكم اتحكم عليه بالهلاك خلاص. طيب الحل ايه دلوقتي يا جماعة؟ هنعمل ايه؟ انا لقيت الحل، اننا نجيب جالاكتوس نفسه من غير سفينته ونشغل الجهاز بتاعنا عليه ينقله هو بعيد عننا وعن سفينته كمان، وبالتالي ما يعرفش يرجع تاني. بس هيبقى قدامنا وقت قليل جدا، 37 ثانية بس اننا نوصله للمكان المطلوب، وعشان يجي لازم نستخدم ابننا كطعم نجر رجله يعني، وعشان يعملوا كده نزلوا سكان المدينة كلها مع ناس عايشة تحت الارض. وهنا قام جالاكتوس يستعد للتدمير، وجابوا الولد بالفعل هنا في صندوق. ونزل جالاكتوس هنا في منظر غريب مريب. شايفين تمثال الحرية جنبه ولا يسوى شيلن؟ اوعى يا معلم، ده لازم يشم الاكل بتاعه الاول. وهنا عمل كشف اشعة مقطعية ب600 جنيه عشان يعرف مكان الواد، وراح عليه، والناس تحت الارض بدأوا يتأثروا بخطوات رجله. المهم وصل للواد، ولكنهم عملوا شوية تمويه، والمعلم جون حط له قطرة في عينه، وغيروا الصندوق بتاع الطفل بسرعة وخدوه على المختبر بتاعهم. ولكن جالاكتوس شكله حس بحاجة ومرضيش يقرب من المكان، وعمل أشعة مقطعية تاني بس المرة دي ب400 جنيه، وراح على الواد فعلا في المختبر وهم وراه. والصخرة هنا حدفوا بعربية بنزين والشعلة ولعها، قام ضرب بن ضربة فظيعة مريعة، حدفوا طلعوا في السماء ولحقوا الولد جوني. ام الواد بتعمل تمويه دلوقتي ولكنه كسر العربية بتاعتها، والمعلم ريد راح له هو بيمط شبه المارشميلو، ولكن المعلم عوره بس، قام ماسكه ومطه زي اللبانة، ولكن الجماعة بتوعه جم ولحقوه. راح المعلم على المختبر وخد الواد، ولكن قلب الام بقى هيشتغل هنا. لما سمعت عياط ابنها، نزل ابني يا معفن،
يا شيخة روحي، ولكنها بكل قوتها بتتحداه وبتزقه بالقوة بتاعتها يمة الجسر والآلة. يلا بسرعة هاتوا الولد. راح جوني على الجهاز وهي عمالة تزق فيه. مسك في عمارة، راح المدمر ضرب العمدان، وقع العمارة عشان يساعد أخته. وهنا ظبط جوني الجهاز على 37 ثانية، وقدر أبوه ياخد الولد قبل ما يدخل النفق. والأم استنفذت كل قواها، وقبل ما يقوله نجحت الخطة كان جالاكتوس بدأ يطلع تاني لأن الجسر لسه فاضل ثواني ويقفل. وهنا بتوصل البنت اللي كانت مع جالاكتوس بكل قوتها، ضربته، قام داخل النفق تاني وقفل الجسر عليهم. حلوة البت دي، عملت حركة حلوة برضه ونجحت خلاص المهمة. ولكن الأم كده شكلها ماتت، وقعد ريد يحاول معاها ولكن بدون فايدة لحد ما خلاص اقتنعوا إن هي خلاص ماتت. لحد ما الولد الصغير قعد يعيط في أمه، وشكله كده عنده قوة خارقة. ما تعرفش عمل ايه لأمه. المهم الأم بتصحى تاني والكل مبسوط والناس احتفلت وخلص الفيلم. وما تنسوناش باللايك والاشتراك. سلام. طبعا هنا لازم مشهد النهاية يقولك ايه اللي هيحصل في الجزء التاني. بعد 5 سنين بتشوف الأم واحد مقنع واقف مع ابنها الصغير، وبيقولك بقى سيعود الخارقون الأربعة في فيلم المنتقمون يوم القيامة.